انا حاسس ان انا بقيت مدمن على السوشيال ميديا وعلى الفرجه على المسلسلات والافلام. حقيقي مش عارف في ايه. تعال اقول لك في ايه وليه بيحصل كده، وهقول لك الحل كمان. السبب في كل ده هرمون اسمه الدوبامين. ايوه عارفه، ده هرمون السعاده. لا مش هرمون السعاده، هرمون الدوبامين هو المسؤول عن الرغبه والحافز اللي بيخليك تعمل اي فعل متوقع ان انت تحصل منه على مكافاه ما. البعض بيختلط عليه الامر ان هرمون الدوبامين ده بيفرزه المخ بعد حصوله على مكافاه، وده كلام غلط. الصح هو الشعور بالرغبة والحافز مش السعادة. من الآخر، مكافأة بشكل سريع مع مجهود أقل دوبامين كتير، مكافأة مؤجلة مع مجهود كبير دوبامين أقل. أيوة يعني أنا هموت ولا إيه؟ أنت خضتني على نفسي يا عم. لا بعد الشر، أنا هقول لك تعمل إيه، مش هتموت ولا حاجة. الحل إنك توقف شوية هرمون الدوبامين ده، لأن ده هيساعد إن تركيزك يزيد، وهو إنك تعمل حاجة اسمها الدوبامين ديتوكس أو صيام الدوبامين. حلو الموضوع ده، عايز أعمله. طب انا اقول لك تعمله ازاي. استنى، انت محتاج تحدد يوم في الاسبوع تمنع نفسك عن اي حاجه ممتعه وغير مفيده، زي السوشيال ميديا، زي الجيمز والبلاي ستيشن، الافلام والمسلسلات، الاكل الغير صحي. وقف في اليوم ده اي حاجه مش مفيده وحسيت ان انت هتبقى مدمن فيها او بقيت مدمن فيها. طب ايه الملل ده؟ انا هعمل ايه في اليوم ده؟ هفضل قاعد كده ما اعملش اي حاجه خالص؟ يا عم يوسف هقول لك، ممكن تسمع قران، ممكن تنزل تتمشى، ممكن تخرج مع اصحابك، ممكن تتامل. ونصيحه، خش على اليوتيوب اقرا شويه في موضوع التامل ده، هيفيدك جدا. تلعب شويه رياضه، الرياضه لوحدها والله علاج، هتطلعك من الاكتئاب وهتحسن مزاجك. اليوم ده هيفرق معاك جدا لو استمريت فيه باستمرار، وهيوصلك للنجاح. وخليك فاكر ان النجاح بيبدأ فيديو يحفزك. السلام عليكم.